في إطار رمضانية الدستورية والسياسية المنظمة بكلية الحقوق بشراكة بين شعبة القانون العام والمجلة المغربية للدراسات الدستورية. وهذه النسخة الثانية لقراءة كتاب القضاء الدستوري وسؤال الدولة الدستورية لصاحبه صالح أزحاف، وهو أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بوجدة. بطبيعة الحال شهدت هذه القراءة تدخلات السادة الأساتذة، كل من الأستاذ يوسف اليحيوي وهو رئيس شعبة القانون العام وأستاذ القانون الدستوري داخل الكلية، بقراءة ذات بعد دستوري وحقوقي ارتكزت على توجهات القضاء الدستوري بالمغرب والقضاء الدستوري المقارن، بالإضافة إلى مداخلة الأستاذ القدير الأستاذ عثمان الزياني بطبيعة الحال، الذي ما عهدنا فيه تلك المقاربة المرتكزة على علم الاجتماع السياسي وعلاقته بالقانون. بحقيقة الأمر اليوم كان عندنا الحلقة الثانية من نشاط رمضانية الدستورية والسياسية، وكان الموضوع مرتبط بأحد الإشكالات المهمة جدا في القانون العام، وهو القضاء الدستوري والدولة الدستورية، وهو في الحقيقة إشكال تأسيسي لكل ما يمكن أن يرتبط بالحياة العامة للمجتمع. طبعا هذا الكتاب هو كتاب للأستاذ صالح أزحاف الذي ألفه في الحقيقة في 2020، ولكنه طرح إشكالات معروفة بأنها مستمرة ودائمة، والإجابة عليها إجابة طبعا متعددة التوجهات والمشارب. ولذلك اليوم فتحنا النقاش، وكان النقاش جيدا مثمرا بحيث تمت فيه توضيح مجموعة من الإشكالات المرتبطة بعلاقة القضاء الدستوري بالدستور والدولة الدستورية.